العيشة مش في الدنيا خالص والله يا جماعة، العيشة في الآخرة بجد. ارجعوا لربنا شوية، عشان كده حرام، ما يرضيش ربنا أبدا. تخيل كده، تخيل لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني مجازا كده عمل سيرش على حد بيعمل ميك اب، ولا على حد متشبه بالرجال، ولا على حد متشبه بالنساء يعني، والعكس صحيح، هتبقى واقف قدامه كده مكسوف؟ ولا واقف قدامه ازاي؟ وربنا اللي شايفك ده دلوقتي، انت مش مكسوف برضو؟ ربنا خلقك راجل، لك هيبة وقومك عن النساء. ليه بتعمل في نفسك كده وتخلي نفسك ست وبتحط ميك اب وتعلم البنات ميك اب؟ اتعلم شغلانة تانية تستفيد منها. وبقول لكل بنت، انت بنت وجميلة ورقيقة، وربنا وصى عليكي وقال واستوصوا بالنساء خيرا. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده ومخليه نفسك شاب؟